يا مساء الفل والسعادة عليكم كلكم، يا رب تكونوا كلكم دايما في أحسن حال وتكونوا بتسمعوني وانتوا مبسوطين. أنا النهاردة جايبة لكم وصفة جديدة وجميلة. طبعا هنرجع لمحتوى قناتنا لوصفات البشرة والشعر والتجميل. طبعا كل واحدة فينا بتتمنى وتحب ان شكل شفايفها يكون مميز، لان شكل الشفايف بيفرق جدا في الشكل العام والمظهر العام للوش. عشان كده انا النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا للشفايف وسهله وبسيطه تقدري تعمليها، اي واحده تقدر تعملها. الوصفه بتاعتنا النهارده هتبقى لتقشير وتوريد ونفخ الشفايف، وبرضو بتدي مظهر للشفايف تخليها ناعمة وطرية. الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن انك بتجيبي شوية سكر وتحطي فيهم فراولاية، بتقلبي الفراولاية كده زي ما هي صحيحة، تقلبيها في السكر. وبعدين تاخدي الفراولاية المسكرة، الفراولة اللي عليها السكر فراولية مسكرة، وتبتدي تدلكي بيها شفايفك وتقشري تستعمليها في تقشير الشفايف رايح جاي لمدة 5 دقايق. وبعد ما بتدلكي بيها شفايفك بتشطفي شفايفك عادي خالص، هتحسي ان شفايفك بدأت تقشر، بتشطفي شفايفك عادي خالص. وبعدين تروحي دهنة على شفايفك الفازلين. الفازلين بيطري الشفايف جدا، بعد عملية التقشير بتعملي زي ترطيب للشفايف، وده بيخلي الشفايف شكلها ولونها معاكي بيتغير، وهتبتدي تحسي بالفرق لما تستعملي الوصفة